منذ سنوات والعيد يعود على السوريين، وفي القلب غصة وفي الروح طوق لعيد سعيد، لعيد تملأه ضحكات أطفال حرمتهم قوى الموت روح العيد وقذفت بهم في لجة حروب مقيتة بدل أن يبتهجوا بألعاب العيد. ها هم السوريون يستقبلون عيد الأضحى المبارك بحرقة تزيد من عام لعام بعد أن خسروا الأمن والسلام وسادت لغة الدمار والقتل في البلد. والله يا عمي ما في لا سوق، والسوق مهدم كل نهار عم ننقصف، ونحن محاصرين لا في لا أكل ولا شرب. تفرق الشعب السوري في بلدان شتى لتجمعه الغربة والقهر والحرمان أن كان، ما عاد في قلوب الناس سوى حسرة على ما خسروه في لعبة الموت. كثيرون منهم باتوا يفترشون التراب ويلتحفون السماء في ظروف الطبيعة القاسية والمخيمات التي تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية المطلوبة. أجمل وأحسن، بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروق فوقنا وتعرفين الحال صار مو زين قال. بينما المؤتمرات والمؤامرات تأخذ وقتها لتجد حلاً على قياس أصحاب المعالي. مشتهي أروح على مدينة الملاهي، مشتهي أروح على بيت خالي، مشتهي نروح على بيت جدة. يبدو أن عبارة عيد بأية حال عدت يا عيد صارت بروتوكولاً للتعبير عن واقع مرير، ولنا أن نقول كل عام وأنت بخير أيها العيد، عساك تعود في المرات المقبلة سعيداً.